حبايبي واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. اسعد الله يومكم ويوم مفترج، يوم جميل ويوم مليان بالتفاؤل حبايبي واخواتي وكل اصحابي اللي معايا. النهارده حبايبي عامله لكم وصفة حلوة قوي للفطار وللعشاء. وصفة ب50 جنيه هتعملوها للفطار وللعشاء. وصفة جميلة جدا وتابعوني فيها. أنا النهارده جايبة كيلو من الدقيق الذرة، كيلو من الدقيق الذرة، وحاطين عليها كوباية دقيق أبيض، ونص كوباية سكر، وعلبة زبادي، ونص كوباية سمنة على زيت، وكيس فانيليا، وكيس محسن كيك، وكيس خميرة ايه يا حبايبي فورية. صلاتكم على النبي، صلوا على النبي، وحدوا الله. وأول حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك، ربنا يسعد يومكم يا رب بكل حاجة حلوة. حطينا علبة زبادي وقعدنا بقى نعجن فيها، يعني نبس الأول، وبعد كده نعجنها كأن بتعجنيها عجينة عادية خالص. بتتقلب معاكي دقيق الذرة اللي انتوا شايفينه ده مع كوباية دقيق أبيض، بيتقلب معاكي. وجربوا الوصفة دي، وصفة جميلة جميلة جميلة. وبعد كده تسيبوها تتخمر كأن نص ساعة كده، يعني تغطوها كده وتسيبوها. وراكم حاجة تعملوها كده يعني. انا دلوقتي عملتها وعجنتها وسبتها ترتاح يعني ربع ساعة كده، نص ساعة. وتدهيني الصواني بتاعتك حبايبي، بس دهنها حلو عشان ما تمسكش، يعني تدهنوا زيت كده في الصواني. وبعد كده تقرصوها قرص زي ما انتوا شايفين كده. جربوا الوصفة دي، وانا عمرها هانا ما قالت لكم على وصفة وحد يعني دخلي في كومنتات ولا دخلي في حاجة عيب لي عليها. الله كله بيشكر لي في اي حاجة بقولها بصراحة. ربنا يا حبايبي يسعدكم يا رب، ويسعد ايامكم ويفرحكم كل حبايبكم. وبعد كده قرصتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ولعت فرن البوتاجاز، قرصت، وبسم الله ما شاء الله الكيلو يعتبر الدقيق بتاعي رمى معايا يعني 3 صواني، 3 صواني من اللي انتوا شايفينهم دول. وعندك بقى قشطة بتاعت اللبن، كريمة، اللي انت عندك بقى حطي له بقى، اديني بقى سمنة بلدي اديله، مش هتقول لا. اي حاجة حلوة كده نغذي العيال كده وبنفطر بيها ونتعشى بيها برضو، مش هتخسر معانا يعني. حاجة هياكلوها اولادنا لازم نتوصوا بيها. يعني عندك وش لبن حطيها ادينيها على الوش. كريمة لباني برضو حطيها، ما تقولش لا. حتة سمنة بلدي ادهنيه تبقى تحفة. يعني الوصفة دي جميلة يا جماعة، جميلة جدا والله. بس ودين دهنتها، حطيت بقى في فرن البوتاجاز كده وخليتها تستوي شوية. تعالوا بقى النهاردة هنحكي مع بعضنا شوية. أنا بصبن كده في حبة المواعين. تعالوا نتكلم شوية مع بعضينا حبايبي وإخواتي. عايزاكم بقى ترفعوا لي القناة. نرفعوها ازاي؟ اسمعوا الفيديو للآخر. نسمع الفيديو للآخر عشان كده يعني. ربنا يسعدكم يا حبايبي. عندي أخت كانت داخلة لي حبايبي في الكومنتات من السعودية. فكانت قايلة لي على وصفة إن أنا أقولها لحبايبي يعني اللي بيشاهدوني وكده. هي الوصفة وصفة تخسيس. فأنا جبت اللي قالت لي عليه، المكونات اللي قالت لي عليها أنا جبتها. بس أنا الأول أجربها في نفسي عشان لو كانت كده وأوزن نفسي بإذن الله، وأطلع في الفيديو اللي جاي هقول لكم عليه. لو كانت هي بتخسس صح أنا أطلع أقول لكم عليها. صلاتكم على النبي. عشان أنا بصراحة أنا ما بحبش غير يعني الصراحة في أي حاجة. لو طلعت حلوة أنا هقول لكم عليها، بس أنا حاسة بالأمانة يعني إن هي حلوة. أنا حاسة بنفسي إن أنا خاسة يعني، والحمد لله. بس أنا إن شاء الله هطلع أقول لكم عليها. لو الفيديو اللي جاي بإذن الله وزنت هطلع أقول لكم عليها. تجيبوا بالظبط وتمشوا عليها كم يوم المطلبات. كانت حبايب قلب الجرس طلعت. وعملت كده حتة كوباية شاي، وأنا ما بشربش الشاي. عملتها لابني هو اللي شرب عشان أنا ما بشربش الشاي بصراحة. بس أنا حبيت أوريكم إن هو الجرس دي تتاكل مع الشاي، شاي بلبن، تتعشي بيها، تفطري بيها، عسل عسل عسل. والله جربوها حبايبي وعلى ضمانتي يعني ضامن ربنا. جميلة جدا. وبعد كده اللي فاض تاني يوم جرجشته، حطيته في فرن البوتاجاز، قطعته شرايح وحطيته في فرن البوتاجاز. عسل، حاجة بتقرمش وجميلة والله العظيم. لو يعني كنت عايزة اوريها لكم بس العيال قاموا بالواجب.
ربنا يصلح حالكم يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والاشتراك، وفي رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.